العالم بقاله 20 سنة بيقول لنا 真実はいつも一つ بس لسبب ما ده لا ينطبق على اللي بنشوفه اليومين دول. لو مسكت واحد عنده 20 سنة وسألته ايه نظام التعليم اللي هو شايفه مناسب، او مين الصح في العركة السياسية، او ايه هو النظام الغذائي المثالي، او حتى عن حكم ديني واضح، عمره ما هيديك اجابة واضحة، لانه مش عارف، وعارف انه مش عارف، وعارف انه بإرادته اختار نعيم الجهل. مش عشان هو غبي، بس عشان نعيم الجهل احيانا بيبقى هو الاختيار الوحيد، لانك حتى لو قررت تبذل مجهود وتعرف، الموضوع هيفضل يتعقد لحد ما تحس ان الوصول للحقيقة اصلا مستحيل. ففي الفيديو ده هنعرف عن المشكلة دي واسبابها، وازاي نهرب من الماتريكس عشان نتائج عدم اليقين المنتشر ده جدا كارثية. طيب، في العالم الحالي المعلومات والحقائق بقت كتيرة جدا ومتضادة، وده طبيعي. الصحافة بقت حرة، بدل ما احنا كنا بناخد المعلومة من مصدر واحد، احنا بقينا بناخدها من مليون، والمليون دول مفيش واحد منهم يستحق الثقة. يعني في الجانب السياسي، مين اكتر واحد هيبقى معاه معلومات دقيقة؟ السياسيين. تخيل بقى رئيسك يبقى ترامب، بالنسبة للأمريكان طبعا. في 2021 واشنطن بوست نزلت ان دونالد ترامب قال اكتر من 30,000 تصريح مضلل خلال ال4 سنين بتوعه. معلومة جديدة، اللي بيكذب مش بنصدقه. فانت فقدت ثقتك في اكتر واحد المفروض تصدقه. ومش بس في الحقل السياسي، ازاي هصدق البلوجرز اللي بيقيموا المنتجات وهم اوريدي بيعملوا اعلانات؟ ازاي هقتنع بالنظام التعليمي وهو كل سنتين بيتهد ويتبني واحد بداله؟ في واحد على يوتيوب عامل نفسه دكتور، كل الستات فوق 45 سنة بياخدوا معلوماتهم منه، بيعمل محتوى انه يقعد يفتي ويعبط في كل التخصص. ازاي هثق في المعلومات الطبية لأي ست فوق 45 سنة؟ وفي مشاكل تانية كتير تخلي منطقي ان الحقائق دلوقتي مبهمة، زي اننا بنتلقى معلومات من ناس ما نعرفش اي حاجة عن خلفيتهم من خلال الريل. وبعيد عن الاسباب دي، انا محاذة لنظريات المؤامرة، وان الماسونية عايزانا نكون بشر مفرغين من اليقين والايمان، فبالتالي تقدر ببساطة تسيطر علينا وتسوقنا العقلية اللي هي عايزاها. تحليل مثالي. في كل الأحوال اللي وصلنا له إننا مش بنعتمد على الحقائق في قراراتنا وحياتنا، إحنا بنعتمد على المشاعر والآراء، ودي مشكلة كبيرة. مشكلة تخلي الواحد يشك في كل المعلومات ويلجأ للآراء، بس مش أي رأي، لأ، الرأي اللي شبه رأيه، الرأي اللي هيريحه، ويقينه بدل ما يتبني على الدليل بيتبني على المشاعر. أنا حاسس إني عايز أصدق مش عشان عندي أسبابي، وده معناه ان قراراته ومسار حياته كله ما بقاش ليه ارضيه صلبه، ما بقاش واثق في اي حاجه 100%. وكل ما الموضوع يكبر ويخرج بره دايرته، هيفضل ينسحب ويختار انه يكبر دماغه وما يكونش راي اتجاه اي حاجه ملهوش تاثير مباشر فيها، لانه ببساطه مستصعب يوصل للحقيقه، ويختار نعيم الجهل. انا عندي مشكله مع نعيم الجهل. خلوني اقول شويه كلام كليشيه. تقدم الامم يقوم على العلم، الشباب هم أساس نهضة الأمة. الكلام ده سليم مش كده؟ الشباب اللي هم أساس نهضة الأمة هم اللي معنيين بمشكلة اللا يقين. هل لو أنا ما عنديش عقيدة أو إيمان قوي تجاه أيا يكن، هعرف أعمل تغيير؟ وهل الشباب اللي بيروح لاختيار نعيم الجهل لو جات له فرصة إنه يعمل تغيير، هل هيكون معاه العلم أصلا إنه يعمل حاجة؟ وإحنا فيها أهو. هل الجماعة اللي مش متابعين أخبار الأحداث وحاسين الموضوع معقد ومرهق إني أتعرف على شخصيات جديدة ومعلومات سياسية وأيا يكن، هل لو اتفتح مجال للمساعدة الجماعة دول أصلا هيبقوا موجودين؟ في المقابل الناس اللي بتتعلم وبتتابع بيفتحوا لنفسهم طرق للمساعدة. في خبر سعيد، وهو إن فكرة اللا يقين دي مش حاجة حتمية، فعشان الواحد يقدر يهرب منها محتاج أكتر من حاجة. مبدئيا يبني عقيدة أو مرجعية، الحاجة اللي هو هيخليها الحقيقة المطلقة بتاعته وتبقى مصدرها معلومات حقيقية، كأنه كتيب بيرجع له عشان يعرف يحدد ايه هو الصح وايه هو الغلط. والخبر السعيد ان احنا كمسلمين عندنا عقيدة من ربنا محتاجين نتعرف عليها بقى. تاني حاجة وهي اننا ندرك مسؤوليتنا. معلومة كمان شيقة، الشباب المستقبل اللي المفروض ينهضوا ببلدنا هم احنا، فلازم يكون عندنا رغبة في التعلم وصرف الجهل عن نفسنا، ويكون عندنا تلقي واعي للمعلومات. يعني وانت قاعد على الموبايل تبقى واعي مصحصح، وكل معلومة تجيلك تفندها قبل ما تدخل مخك، تشوف هل اللي قالها يستاهل الثقة، او تسيرش عنها، او تسأل شات جي بي تي، يعني ايا يكن الدنيا سهلة. ويكون عندك مهارات التفكير النقدي اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده. وبس كده، الحمد لله الفيديو خلص. لا للرتابة لا للشهود، إنما لصبرنا حدود. افسحوا مجالا للخيال في يوميات مدرسية، يوميات مدرسية.